للمفاجأة الثالثة في كلامنا النهاردة، وهي عن استخدام الايفوماك في المجال البيطري. طبعا الناس كلها بتسمع كلمة ايفوماك دي بتتخض، لدرجة ان احنا حتى لما بنعوز نستخدمه يعني لحالات معينة، انا ممكن ما اقولش قدام صاحب الحالة ان ده ايفوماك، انا ممكن استخدم اسم المادة الفعالة بتاعته اقول له ده ايفرمكتين، انما كلمة ايفوماك دي انا عارفة ان هو ممكن يعني يحصل فيها عملية اغتيال في العيادة. ايه بقى موضوع الايفوماك والمجال البيطري؟ الكلام اللي هنقوله دلوقتي ده ممكن ما يعجبش ناس كتير قوي، لكن للأسف هو ده اللي موجود في أغلب الأبحاث العلمية اللي اتعملت على موضوع الايفوماك. الحقيقة يا جماعة إن العلاج ده في المجال البيطري برضو بيستخدم نفس الاستخدام. احنا بنستخدمه للطفيليات الداخلية والخارجية. بيعمل بصراحة معجزات في مجال الأمراض الجلدية والحاجات دي والإصابات بتاعة الطفيليات عموما. لكن طبعا سمعته في العيادات ووسط الناس اللي بيربوا يعني سمعة مش قد كده. ده دواء بيموت، بيسمم، بيعمل شلل، بيعمل مشاكل، مش عارفة ايه، لدرجة ان انا سمعت حد او يعني قريت حاجات زي كده كتير ان يقولك ايه ده بيقلل من عمر الكلب يعني او بيقلل من عمر الحيوان. هو اساسا حضرتك كنت عرفت عمر الحيوان كان كام وبعد ما اديته الايفوماك بقى كام؟ يعني الجملة نفسها في حد ذاتها غريبة جدا. احنا في ابحاث بنمشي عليها، كلام علمي بنتكلم فيه يعني، انما الموضوع مش موضوع اجتهادات خالص. اما بالنسبة لحالات اللي هي الكلاب بنقدر نستخدم فيها الايفوماك بمنتهى الامان. ده حتى يعني بيقولك الكتب يعني بتقول ان التسمم ممكن يحصل بعد 10 ل 20 ضعف الجرعة اللي المفروض الكلب ياخدها. فتخيلوا يا جماعة الموضوع يعني مش بالبساطة دي ان انا هدي الجرعة كده فالكلب هيقوم ميت، يعني الموضوع مش كده خالص. في طبعا انواع من الكلاب هي ما ينفعش تاخد ايفوماك اصلا، يعني حتى ده لو يعني مش هينفع تعدي الازازة كده من قدام الكلب اصلا، لا هو بالفعل بيبقى سام جدا ليها. دي حاجة بقى مرتبطة بجينات بتاعتها، هي ربنا خلقها كده، زي سلالات الكلاب اللي هي مثلا الكولي والاشباهها، يعني الحاجات اللي زيها كلها. اللي هي كلب لاسي يا جماعه، اللي كان اللي هو من جيل الثمانينات والتسعينات والحاجات دي، عارفين اللي انا بقوله ده. الكلبه لاسي اللي هي بتمشي فروتها كبيره قوي دي، الكلاب دي ممنوع عليها تماما انها تاخد ايفوماك. فيما عدا ذلك لا، احنا بندي الايفوماك طبعا بمنتهى الامان بجرعات زي ما قلنا محسوبه وقليله. اما القطط فهي برضو ما فيش اي خطورة عليها من موضوع الايفوماك، لكن الجرعة بتاعتها بتبقى صغيرة جدا جدا، يعني نقدر نقول انها ما ينفعش تيجي بالسرنجات العادية يعني اللي هي بتاعتنا دي. فبالتالي بنحاول ان احنا نتجنب استخدام الايفوماك معاها، او نستخدم طرق للتخفيف، او نستخدم حتى الحاجات اللي هي الموضعية الخارجية. انما غير كده لا، ما عندناش مشاكل، يعني المادة نفسها الفعالة يعني ملهاش تأثير سام على القطط. يعني انا اقدر استخدم دلوقتي الايفوماك بمنتهى الامان مع القطط والكلاب ومع بقية الحيوانات، مفيش مشاكل خالص، بس اقدر اتحكم الاول في الجرعة. يعني هل معنى كلامي ان انا في الحالة دي بقول ان هو يستخدم مع البني ادمين عادي؟ يا جماعة، هو بالفعل موجود منه مركبات بشري زي ما قلنا، موجودة في الصيدليات عندنا وبنشتريها طبعا، وساعات بنكتبها كمان لحالات عندنا في العيادة. موجودة، يعني موجود مركبات من الايفوماك بني ادمين بتتعالج بيها. اما موضوع فعاليتها لعلاج كورونا فدي طبعا اللي لسه ما اتثبتتش ومحدش فينا يعرف عنها لسه اي حاجة، لان التجارب اللي اتعملت لحد النهارده معموله في المعمل، لسه ما اتجربتش على بشر. نستخلص من الكلام ده كله حقيقه مهمه جدا، وهي ان الايفوماك مش بالخطوره اللي الناس متخيلاها، لكن ضروري جدا جدا يكون استخدامه تحت اشراف طبيب بيطري، ولازم يكون الطبيب ده عارف كويس قوي هيدي الجرعه ازاي، ويقدر يتعامل معاها ازاي، ويتعامل ازاي لو حصل تسمم من العلاج ده او حساسيه منه، لان برضو الكلام ده وارد ان هو يحصل. يعني ممكن ندي حيوان الجرعه بتاعته عادي جدا، بس هو عنده حساسيه من المركب نفسه، من الماده الفعاله، ففي الوقت ده لازم يكون الادويه تحت اشراف الطبيب، عشان نقدر بعد كده نتصل بيه ونصحيه من النوم ونقول له الحقنا احنا عندنا مشكله. طب امتى بقى اقول له الحقني؟ انا دلوقتي عندي مشكله،
لما ابدا اشوف الكلب مثلا حركته ما بقتش منتظمه قوي، قطع الاكل بعد طبعا ما خد الجرعه، بدات الحدقه بتاعت عينيه توسع، تحس ان هو مش شايفك مثلا، بيمشي وتبص تلاقيه جسمه فاكك من بعضه كده، عنده حاله هبوط. ممكن كمان الموضوع يتطور معاه لتشنجات، وبعد كده يوصل لدرجه انه عنده زي شلل في رجليه اللي ورا بيجرها وراه. طبعا دي مراحل بتاعه تسمم او جرعه الزياده بتاعه الايفوماك. في الوقت ده طبعا لازم الدكتور يتدخل، بيبدا يعالج الاعراض، وغالبا ان شاء الله يعني بيقدر يعني يلحق الحاله ما دام بيتدخل بدري، يعني طبعا بيقدر ان هو يتغلب عليها ويخلي الكلب يفوق تاني والدنيا بتبقى مستقره.